عمرك سمعت كابي يتكلم من قبل؟ الرجل هذا من غير ما يتكلم أي كلمة قدر يتخطى تشارلي دياميليو بعدد المتابعين، وصار عنده أكبر عدد متابعين في العالم بتيك توك. هذه قصة كابي لامي صاحب 151 مليون متابع وكيف تربى على عرش التيك توك. وفي هذه الحلقة راح تسمع صوت كابي لامي لأول مرة بحياتك وليش ما يتكلم في مقاطعه. كابي لامي هو مسلم وولد في السنغال في 9 مارس 2000 وعنده 3 اخوان. اعلن خطوبته من زايرة نوتشي في اكتوبر 2020. كانت جنسيته سنغالية وساكن في ميلان الين اوغست 2022 لما وزارة الداخلية الايطالية قررت تمنح كابي الجنسية الايطالية. ولكن كابي كان يقول انه كان دائما عنده احساس الوطنية الايطالية وما يحتاج ورقة تثبت انه ايطالي. في طفولته لما كان عمره سنة اهله انتقلوا الى تشيفازو إيطاليا عشان يبحثوا عن فرص أفضل للوظيفة وللمعيشة. درس في مدارس إيطالية إلين عمر 14. بعدها أهله قرروا ينقلوه مؤقتا يدرس في مدرسة تحفيظ قرآن في داكار في السنغال. كابي عنده مرض ديسلكسيا واللي عادة يؤثر على قدرة الشخص للقراءة والتعلم واللي خلته ينرفض في المتوسط والثانوي وحتى في الجامعة. مين كان يصدق؟ قبل سنتين كابي كان يشتغل نادل وعامل في مصنع بمجموع راتب $1000 بالشهر. المصنع كان قريب من مدينة تورين الإيطالية واشتغل إلين ما سرحوه الشركة في مارس 2020 في وقت جائحة كورونا. سبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كابي لامي بدأ ينزل مقاطع تيك توك بعد ما سرحوه من عمله، وكانت البداية لقصة نجاح. في البداية كان ينزل مقاطع له وهو يرقص ويلعب ألعاب فيديو. في أول شهر جاته بس 9 مشاهدات ومتابعين، والمتابعين كانوا أبوه وجاره. بدأت شهرته لما بدأ ينزل مقاطع دويت على لايف هاكس عبيطة تصعب الشغلة بدل ما تسهلها، زي ما المثل يقول وين إذنك يا جحا. كان يسوي المهمة بأبسط طريقة كرد ولا يقول ولا كلمة واحدة، وبعدها حركته الشهيرة بيده. اللي كان يميز كابي هو أسلوبه المميز والفريد من نوعه. اختار إنه ما يتكلم مقاطع لأنه هو ذكي وعارف ان صمته في المقاطع هو السبب اللي يخليه يوصل لملايين الناس من كل الاعراق والاجناس واللغات، وهذه من اسباب نجاحه في السوشيال ميديا. What's up guys? I'm so sorry for my English. I'm studying English every day with my prof. Now my English is better. It's better, yeah. But I wanna say something for you. Believe every day, every time in your dreams. ما كان يقلد أحد، كان ينزل مقاطعه بعفويته وشخصيته، وهذا يعطينا درس في أهمية الأصلية على قوة الإنتاج والتقليد. مهم جدا تكون على طبيعتك لأن الكل مميز بطريقته الخاصة، زي كابي لامي وحركته اللي صارت من أشهر الحركات عالميا. وهذه كانت البداية لشيء عظيم، وكابي بدأت تنتشر مقاطعه بشكل مجنون وفي فترة قياسية. في أبريل 2021 عدى مشهور التيك توك الإيطالي جيانلو كافاتشي وصار أكثر حساب إيطالي عنده متابعين في التيك توك. وفي أغسطس 2021 عدى أديسون راي وصار عنده ثاني أكثر متابعين في التيك توك كله. وفي نفس الشهر جابوه في إعلان يوفنتوس للتعاقد مع اللاعب مانويل لوكاتيلي، وبعدها بشهر حضر مهرجان البندقية للأفلام كضيف شرف، وكان العرض الأولي للفيلم الفرنسي لوست إلوجنز من المخرج إكزافيير جيانولي. وهذه من خطواته إلى أنه يطمح أنه يصير ممثل. قدوته ويل سميث ويحلم أنه يسوي عمل تعاوني معاه. ومو بس كذا، تعرف أنه كابي لامي صار موديل؟ في جانوري 2022 كابي وقع شراكة لعدة سنوات مع العلامة التجارية العالمية هيوغو بوس وشارك في حملة بي يور اون بوس. وفي 22 جون 2022 كابي وصل لأعلى مرتبة شهرة في التيك توك وعدى تشارلي دياميليو في عدد المتابعين وصار أكثر حساب متابعة في تيك توك، وحاليا عنده 151 مليون متابع.